ال 20 جنيه الجديده اهي يا جدعان اللي كله عمال يتكلم عليها اهي. ال 20 جنيه شايف عامله ازاي؟ يعني بصراحه ما فيش فرق بينها وبين ال 20 جنيه القديمه، يعني والله ما فيش فرق بين ديت وديت. وبصراحه اللي وصل في ده ال 20 جنيه ديت ان واحد جاي راح في المحل اللي انا واقف فيه راح اشتري حاجه، فواحد جاي يفك ال 20 جنيه، صاحب المحل قال لا ما بفكهاش، انا وقتها كان معايا فكه فكتها له، صاحب المحل بيقول له لا ال 20 جنيه ما بتمشيش. ما هي والله العظيم بتمشي، ما فيش ما بتمشيش، ناس كده بتاخدها واصلا ما فيش حد اصلا لاقيها. ده في كان قبل كده شفت واحد فيديو من واحد منزله مش عارف ايه، يقول لك لما بيبيع ال 20 جنيه ديت ب 30 جنيه تاخد 20 جنيه الجديده تديه قدامها 30 جنيه. ايه يا عم دي كلها فلوس زي ايه فلوس. وبرده الفرق بين ال 20 جنيه وال 10 جنيه مفيش فرق، تقريبا نفس الحجم نفس الحجم برده، العرض هو بس الطول تقريبا هو فرق حاجه بسيطه، يعني فرق حاجه بسيطه في الطول، يعني كام مللي كده تقريبا فرق بين ال 20 وال 10 كام مللي. بس في فرق بقى كبير بين ال 20 ديت القديمه وال 20 الجديده، يعني فرق حبه حلوين بصراحه، تقريبا سنتي ونص تقريبا فرق بين ديت. بس بصراحه ال 20 مفيش جديد، نفس ملة ال 10 جنيه بالظبط، العرض والطول، بس هو الطول حبه بسيطه زياده، بس الشكل هو يعني ده شكلها مختلف سيكه بسيطه، فرق بين ديت حاجه بسيطه، يعني حاجات لا تذكر بصراحه، يعني مكتوب عليها مش عارف ملك مين بصراحه. بس الجامع اللي محطوط هنا مختلف، لا الجامع محطوط هنا مختلف عن الجامع هنا، ده جامع الفتاح العليم، دي قلعه محمد علي، الجامعين دول مختلفين عن بعضهم، بس الشكل والستايل التصميم شبه تصميم واحد، يعني مش الاختلاف مثلا شاسع، نفس الحاجات كتير، نفس مثلا العلامات الاخيره ديت، الكلام الارقام اللي على الجنب، اماكن ال 20، وكمان فيها تبص كده هنا لو الكاميرا جايباها في 3 نقط مقدوقين على البتاع من فوق هنا اهوت، يعني عشان ال 20 من فوق هنا 4 نقط كده، ال 20 من فوق من هنا، يعني بيقول لك عشان ما تزورش حاجات زي كده. وكمان برضو الفرق بين ال 20 وال10 والخمسه، العرض هو مش عارف، يعني الحكومه مثبته عرض الفلوس، فرق برضو حاجه بسيطه جدا. فالناس بتقول لك انت اعترضت على تاخد ال 20 ديت ولا لا، ال 20 دي سليمه وبتمشي، اصل مستحيل حد يزورها، مين هيعرف يعمل دي؟ اعملها ازاي دي؟ اعملها ازاي في مطبعه عند حد عنده مطبعه يعمل دي؟ عاملين زي الجنيهات الورق اللي سواقين لا ما رضوش ياخد جنيهات الورق، تقول لك ما بتمشيش، والله الجنيهات الحقيقيه بتمشي والورق بيمشي واي فلوس بتمشي، هات الفلوس واحنا نمشيها بس تكون موجوده.